الماتش ده حاسم جدا، بيتلعب النهارده في الرباط، والفايز هيقابل المنتصر من ماتش مصر والسنغال في النهائي. ده ملخص سريع لماتش المغرب ونيجيريا في نص نهائي كأس أفريقيا 2025. الماتش الساعة 10 بالليل بتوقيت القاهرة، ورغم ان نيجيريا بتحاول توصل للنهائي للمرة التانية ورا بعض. ثانيا، الماتش ده مش مجرد كورة، ده صراع تاريخي بمعنى الكلمة. قصة الفريقين دول مع بعض غريبة قوي. تخيل ان كل واحد فيهم عشان ياخد اول لقب قاري في تاريخه كان لازم يكسب التاني. المغرب خدت اول بطولة على حساب نيجيريا، ونيجيريا ردتها بعدها ب4 سنين. فالسؤال هنا، يا ترى التاريخ ده بيضغط على مين اكتر النهاردة؟ اخيرا بقى، لو هنتكلم بلغة الارقام، الذكاء الاصطناعي بيدي افضلية بسيطة للمغرب بنسبة 57%، والسبب واضح طبعا، الارض والجمهور. بس في ماتش زي ده كل ده بيفضل مجرد كلام على ورق. الخلاصة إننا قدام صدام كلاسيكي بين قوة المغرب على أرضه وعناد نيجيريا، والمكسب هو تذكرة لنهائي يوم الأحد. أولاً، المغرب داخل الماتش بقوته الكاملة. شوف، رجوع لعيبة زي سفيان أمرابط وعز الدين أناحي مش مجرد أسماء وخلاص، لا، ده معناه إن نص ملعب المغرب رجع قوي جدا، وده كان أهم سلاح ليهم في البطولة. ضيف على ده بقى عامل الأرض والجمهور اللي بيحلم باللقب ده بقاله 50 سنة، فالضغط طبعا كبير قوي. الماتش ده حاسم جدا، بيتلعب النهارده في الرباط، والفايز هيقابل المنتصر من ماتش مصر والسنغال في النهائي. ده ملخص سريع لماتش المغرب ونيجيريا في نص نهائي كأس أفريقيا 2025. الماتش الساعة 10 بالليل بتوقيت القاهرة، ورغم ان نيجيريا بتحاول توصل للنهائي للمرة التانية ورا بعض. ثانيا، الماتش ده مش مجرد كورة، ده صراع تاريخي بمعنى الكلمة. قصة الفريقين دول مع بعض غريبة قوي. تخيل ان كل واحد فيهم عشان ياخد اول لقب قاري في تاريخه كان لازم يكسب التاني. المغرب خدت اول بطولة على حساب نيجيريا، ونيجيريا ردتها بعدها ب4 سنين. فالسؤال هنا، يا ترى التاريخ ده بيضغط على مين اكتر النهاردة؟ اخيرا بقى، لو هنتكلم بلغة الارقام، الذكاء الاصطناعي بيدي أفضلية بسيطة للمغرب بنسبة 57%، والسبب واضح طبعا، الأرض والجمهور. بس في ماتش زي ده كل ده بيفضل مجرد كلام على ورق. الخلاصة إننا قدام صدام كلاسيكي بين قوة المغرب على أرضه وعناد نيجيريا، والمكسب هو تذكرة لنهائي يوم الأحد. أولاً، المغرب داخل الماتش بقوته الكاملة. شوف، رجوع لعيبة زي سفيان أمرابط وعز الدين أناحي مش مجرد أسماء وخلاص، لا، ده معناه إن نص ملعب المغرب رجع قوي جدا، وده كان أهم سلاح ليهم في البطولة. ضيف على ده بقى عامل الأرض والجمهور اللي بيحلم باللقب ده بقاله 50 سنة، فالضغط طبعا كبير قوي.